لازيد من سنه وحنا كنسمعوا الاسم ديال السي فؤاد علي الهمه كيتذكر في احدى المنصات ديال الخونه. كذلك ومثال المستشار ديال صاحب الجلاله أندري أزولاي كيتذكر عند الكراغيله سواء في الاعلام ديالهم او لا داك الناس ديال صاحب التطبيع حتى اللي عندنا هنايا داخل المغرب. لكن اخواني واخواتي باش تسمع هذا الكلام غادي يجيك من عند خونه الوطن ويجيك من عند اعداء الوطن، فشيء عادي كتقبلو، كتقول بان العدو اش غتنتظر منه؟ العدو دائما ممكن انه هو يجبد لك شي حاجه بحال هكا ولا يضرب لك في الشرف ديالك. ولكن باش ان تسمع هذا الشيء من واحد امين عام ديال حزب في المغرب، مؤسسه حزبيه داخل المغرب، اللي من المفروض هاد الناس هادو خاصهم يكونوا في الصف ديال البلاد ديالهم ماشي العكس، غادي نسمعوا هاد الفيديو ونرجعوا. ولكن الملك راه عندنا غير ملك واحد اللي عندنا امين، الله يشافيه يشافينا كاملين. راه الانسان كيمرض وكيصحح والحمد لله، راه لحد الان كل شيء الامور ديالو بخير وتيقوم بالواجبات ديالو كتشوفوها. فما يجيش شي واحد يتخبى لينا مورا الملك وبغي يفهمنا بلي راه حتى هو عنده شي حاجه من داك الشيء. لا، حنا المغاربه كيقولوا ملكنا واحد محمد السادس، الاخرين كلهم يكون ازولاي ولا يكون فؤاد علي الهمه ولا يكون شي قندوح اخر. اسمح لي ما تخلعوناش، الله يجزيكم بالخير. الا حنا مغاربه كاملين، راه المكانه ديالنا مغاربه الا حنا مغاربه ناقصين قولوها لينا. انا سيدنا كان كيقول لي انا بالنسبه لي السي بن كيران نتوما بحالكم بحال المغاربه. فعلا السي بن كيران بحالك بحال جميع المغاربه والمغاربه كاملين كيناديهم صاحب الجلاله بشعبي الحسيس. ولكن بالنسبه نسمعوا منك انت كرئيس حزب انك توصف مستشار صاحب الجلاله نصره الله بهذا الوصف هذا، فهذا الشيء غير مقبول. باش نسمعوك انت اللي من المفروض نسمعوك تكون قدوه، اكيد انت كاين قدوه ديال بزاف الناس اتباع ليك بالالاف ربما، اش غيقولوا هاد الناس اللي تابعينك من بعد ما تقول انت هاد الشيء وغيدوز لك هاد الشيء هذا؟ اش غادي يقولوا هاد الناس هادو؟ هذا هو اللي باغي نفهمو. كنسولكم المغاربه، ملي يجيو مثلا شبيبه العداله والتنميه، ملي يجيو الاتباع في الحزب ديال العداله والتنميه، ملي يجيو المتضامنين معاهم، ملي يجيو يسمعوا عبد الاله بن كيران كيقول هذا الكلام هذا، اش غيقولوا مازال هذاك الناس البسطاء؟ اش غادي يقولوا على مستشارين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله؟ وحنا كاملين غنعرفوا لا السي فؤاد علي الهمه ولا أندري أزولاي انهم كيخرجوا للاعلام. لو كان غير هاد الناس كيخرجوا للاعلام وتكلموا شي نهار على بن كيران او لا داروا شي حاجه ضده، نقدو نقولوا من حقه يرد عليهم اش داهم ليه. ولكن انا حاجه وحده بغيت نفهم، كيفاش دخلتي الاسم ديال الملك ودخلتي المستشارين ووصفتي واحد الوصف قدحي؟ شنو فين بغيتي توصل هاد السيد؟ فين بغى يوصل؟ انا ما فهمتش. اللي فهم شي حاجه من هاد المقطع عافاكم الا فهموني، لان كاينه شي حاجه تما ما راكباش. انا راه ما فهمتش، والله ما فهمت. المهم منين نسمعوا الكلام ديال عبد الاله بن كيران كرئيس حزب، اش خلى المواطن اللي غادي نسمعوا احدى المواطنات اش قالت في هذا الفيديو هذا؟ سمعوا. مال انا غيجي القجع غيعطيني 10 المليار في جيبي، نهار يجي القجع يعطيني 10 المليار في جيبي غندخل نخرج نتحارب معكم الجزائر، سمحوا لي. ولكن ما حد ما كتدخلي حتى ريال في جيبي ما نوضش نتحارب اختي. نجلس اختي نتحارب على لقمه عيشي، نتحارب على حياتي، نتحارب على راسي، نتحارب على صحتي ولكن اختي ما نتحاربش على حاجه انا اللي خاطر لي هي لعبه كره القدم. صافي هما ضحكوا عليكم اليوم، غدا نتوما غتضحكوا عليهم ويا غاده. سير عاوتاني ل 2030 لا كوب دي موند غتكون عندنا في المغرب ومرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. وانا كنقول لكم مرحبا بكم، ما ديروا عقلكم صافي. هادشي اللي كاين. لا للحرب، انا عندي فضل الكونت هذا لا للحرب. هي من واحد الناحيه انا كنتفق مع السيده، ومن واحد الناحيه ما كنتفقش معها. كنتفق معها في مساله ان السيده باغيه تخدم على راسها
ما باغياش داك الكونت ديالها يولي فيه السينيالات يولي كذا. من الاحسن يكون نقي ودير المحتوى ديالها. وشنو كدير؟ انا بعدا ما كنعرفش المحتوى ديالها شنو هو. هاد السيده شفتهم كيهضروا عليها بزاف، راجع هاد المقطع فقلت نتكلم. لكن الحاجه اللي ما كنتفقش عليها بان بزاف الناس الاخوان، وانا شخصيا كنت تكلمت على هذه القضيه، تقدوا في كاس افريقيا في المغرب فاش كانوا جاو المؤثرين المشارقه وجاو للمغرب وبزاف الحوايج وناضوا بزاف كيحاولوا انهم يهضروا، وناضوا بزاف المغاربه كانوا هاجموا المؤثرين المغاربه. اسمعوا نقول لكم واحد القضيه هذه ما كيعرفوهاش بزاف الناس. راه ماشي فوزي القجع ولا الجامعه الملكيه لكره القدم هي اللي كتجيب المؤثرين. راه باش ما يضحكوش عليكم الناس الخوت بالنسبه لكم نتوما كمتابعين، وياك تمشي تكتب شي كومونتير في شي بلاصه غيضحكوا عليك الناس. اسمع من خوك غنقول لك الكلمه الصحيحه. هادو مثلا اللي مشاو الميريكان كيتفرجوا، هادو اللي معروفين المؤثرين، هادو راه كاين اللي بيني وبينك مشاو مع شركات، ما بغيتش نذكر الشركات ولكن مشاو مع شركات. بحال دابا نعطيك الياس المالكي راه كان غيمشي مع كوكا. كوكا كانت عيطات له ولكن في السفاره ما عطاوهش يمشي لان مازال عنده داك العقوبه مازال ما كملهاش. خصكم تعرفوا بزاف ديال الناس اللي مشاو بسبب شركه سبونسور. راه ما كاينش فوزي القجع تما بتاتا نهائيا. راه بهذه الطريقه راه كاينين الناس. هذا هو علاش ملي كنت كنخرج انا كنهضر على اشباه شي مؤثرين عندنا في المغرب انهما كيوسخوا العقول ديال المغاربه وكيحاولوا يشحنوهم بواحد الاخبار ما كايناش غير صحيحه. ملي كنخرج انا خوفا على داك خوتي ودفاعا على داك خوتي وكنبغي زعما نوصل لهم باش ما يستحمرهم حتى واحد، باش ما يكذب عليهم حتى واحد، وليت انا هو اللي في المشكل. لان كاين اغلبيه المغاربه ما كيبغيوكش تفهمهم بالعربيه، كيقول لك كتفهم علينا. ولكن الحقيقه خذها ولا ما تاخذهاش، راه ماشي فوزي القجع اللي كيجيب المؤثرين. راه كاينين شركات عباد الله، شركات. راه في قطر مشاو ناس مع شركات، في كاس العالم مشاو ناس مع شركات. راه شركات اللي كتخدم، شركات كيختاروا واحد ولا جوج الناس ولا كذا وكيصيفطوهم للميريكان ولا ثلاثه الناس ولا شحال من واحد. راه كاينين الناس مؤثرين اللي ما كيعترفوش وكاين اللي كيعترفوا، كاين اللي كيعترفوا وكيقولوها. المهم ما عندنا غرض. اللي بغيت نقول لك اقسم لكم بالله والله صادق في هذا الكلام، انا جربته. النهار اللي تبغي الخير للمغاربه وتحاول انك تنشر للمغاربه شي حاجه اللي غتفيدهم وما تضرهمش، تنشر لهم الحقيقه، تنشر لهم، تقول لهم خوتي ردوا البال عندكم تيقوا بحال هاد الناس. وهاد الناس راه الهدف ديالهم شنو هو وشنو هو. المغاربه كيكرهوك. اقسم بالله هذه بتجربه اخوتي. الناس اللي ما عارفينيش ربما اول مره غيشوفوني، اقسم بالله انا عانيت من هذا المشكل هذا فقط لانني انا المغاربه حسبتهم خوتي وكنجي عندهم. كيما هذا الفيديو هذا السيده كتهضر على فوزي القجع. علاش؟ لان هذه السيده غير ملمه بالموضوع. سمعت بزاف الناس كيقولوا بان فوزي القجع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي اللي كتصيفط هاد الناس، هي اللي كتدعم هاد الناس، هي اللي كتخلصهم. من طبيعه الحال غتخرج تهضر. صدقوني انتوما كمتابعين ملي تخرج هذه كمؤثره واستحمروها ناس، انت كانسان عادي وتيقت هي وانت كانسان عادي اش تقول؟ اخر حاجه غنقولها لك، انا ديما كنبغي الخير للمغاربه، ما كنبغي حتى شي واحد يستحمر المغاربه. ولكن صراحه ما بقيتش باغي نبغي الخير لتا واحد. غنجي نعلق على شي حاجه ونمشي بحالي. براسك اخويا المغربي، براسك. 3 ديال السنوات وانا كنبغي لكم الخير والقناه ديالي الضربات خلقت ليا اعداء. تصور هذوك اللي كنفيقكم من جهتهم تحاموا فيا، داروا يديهم مع العدو، تحاموا فيا. تصور هما كيسينياليوك والعدو كيسينياليك والخونه كيسينياليوك وتحرمنا من طرف الخبز في القناه. ماشي هاد القناه هذه ولكن القناه الاخرى الكبيره. هذا هو علاش بغينا نبداو بدايه جديده في هذه القناه. وغنختم بهذا الكلام. اسمع هذا الفيديو. أنا آسف على هالكلام، والله العظيم آسف، بس نحن اللي منكبر من الصغير وأحيانا كتير منصغر من الكبير. السلام عليكم. شكرا للناس اللي كيتفاعلوا معنا
ربي يحفظكم، الله يجازيكم بخير. اللي مازال جديد شاركوا مع خوكم، القناه مازال جديده، حاولوا انكم تحركوا لنا شويه التعاليق بزاف. مع السلامه.